اعتصم المعلمون والمعلمات أمام المحافظة، وانطلق المعتصمون بمسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة وصولا إلى مديرية التربية والتعليم، مطالبين بضرورة دفع رواتبهم للتمكن من مباشرة عملهم التربوي. المعلمين في المطالبة برواتبهم كأدنى حق لهم بعد انقضاء ما يزيد عن 20 يوم عن رواتبهم. الراتب بتأخر يعني تقريبا أسبوعين عن موعده، فإحنا بمشكلة حقيقية. عندنا أولاد في الجامعات، عندنا أولاد في المدارس، عندنا التزامات، وعندنا مثلا في ناس ماخذ قروض، وعندنا ناس ماخذ يعني بحاجة في ناس قاعدين بالأجرة، ما حدا رحمهم، ما حدا رحم المعلم بده راتبه، هذا أولا والنهاية. في بيت لحم تتواصل أعمال المؤتمر البيئي السنوي الثالث وسط حضور رسمي ودولي واسع بهدف التعرف على واقع البيئة في فلسطين واستنهاض الجهود والطاقات للارتقاء بهذا الواقع.